مهما لبسنا ومهما نضفنا مقطوع علينا برضو يا عم. العيال امبارح اتجمعوا على القهوه قال لك فكك يا عم من الخروجات، فكك من قبلي وبحري، العيال الصغيره اللي هي رضع فوديكا واللي متسحره اسمه ايه ده برشام اباتريل، فكك يا عم ونروح نقعدوا في الساحل اللي هي حته النظيفه يعني. عايزين تروح؟ ما جاتش معانا نأجروا عربيه، فخدنا ال 124 بتاعت الراجل الكويس وخدنا العربيه الاسبرانزا الصيني. قال لك دي هتتدرى في دي، انت فاهم، بدل ما الاثنين يبقى ضاربهم السلك، واحده نضيفه وواحده مقحطه. رحنا توكلنا على الله. قال لك هتتكلف كام؟ قلت لهم يا جدعان البيكت اللي فينا يعمل حسابه في 400 جنيه. واحد مننا رايح اساسا قال لك بيوزعوا ريد بول في الشارع شركات الدعايه، والتاني قال لك انا يا جدعان انا هجيب ملبور ابيض عشان مش هينفع اشرب بوكس ولا كليوباترا هنا. قال لك في عيل صاحبنا يعرف ناس هيتصلوا بيه هيطلع لنا بره هيدخلنا. رحنا وقفنا ابن الحلال، شافوا ال 124 هجموا عليها ولا كأن هجموا على تكفيري. قال لك يا صاحبي لف وارجع. طب ليه يا عم يلف ويرجع؟ قال لك العربيه دي مقطوعه عليها جوه. طب يعني ايه مقطوعه عليها يا جدعان؟ تعر يعني؟ ما هي بتسترانا وتودينا كل حته. طب لف الناحيه الثانيه وشغل دماغه ودخل الاسبرانزا الاول. دخل الاسبرانزا الراجل بتاع الاسبرانزا قال لك داخله بقى من بتاعت بجاية حته عوجان. بقول لك ايه مستر فلان بعت لنا دعوه جوه. اما كلم الراجل السكيورتي، اما اتكلم على اللاسلكي يا بوابه 3 في واحد بيقول ان هو رايح لمستر كذا. قال له بقول لك يا فندم عربيتين، واحده اسبرانزا والثانيه 124 امنع دخولهم. عمالين يشحتتوا في كل البوابات امنع دخولهم يا بارقام عربياتنا واحنا جربه. قال لك يا جدعان صلوا على النبي، الساحل شكله زحمه ومانعين دخول ولاد الغلابه وبيعاملونا بطبقيه، ناخدوا بعضينا ونروحوا على مراقيه قريه قبل الساحل. قال لك انا اعرف حد هيدخلنا كلنا. رحنا على مراقيه، جينا داخلين قال لك يا جدعان لفوا وشكم وامشوا عشان في مسروقات جوه ولو دخلتوا جوه انتوا انسب ناس للواقعه هتلبسوها. طب خدنا بعضينا ومشينا رحنا الورديان. رحنا عشان نقعدوا على القهوه، واحد صاحبنا طلب عصير كوكتيل، بيقول لي لواحد صاحبي هات ولاعه، فانا خدت منه الولاعه بحدفها له قامت كسره شوب العصير. العيد ده فيه حاجه. خلاص يا معلم خلاص يا عم. هو احنا عره يا عم؟ ما انا اهو لابس لبس عمرو دياب قال لك ما بيدخلوش حد الساحل غير اللي لابس ابيض في ابيض. وبعدين بقول لك ايه واحد صاحبنا واحنا واقفين على البوابه داخل عيل صغير برانج روفر، فداخل مشغل اغاني اجنبي وهوب هوب ودالي امالي وبتاع. فصاحبنا ده شافه الولد قام باصص له بصه استعقار، انت فاهم، اللي هو 124 وبرموده وشنشيلا اللي هو متقطع من تحت وبتاع، وماسك كيسه في ايده اكنه راح البروفاج، انت فاهم. قام باصص له بصه عوجان. صاحبنا بقى ده عشان يرد النمره يتعوج عليه ازاي؟ عمل ايه؟ طلع علبه من اللبور ابيض وواقف قدامه، يعني كده تساوت الرؤوسه يا اسلام، انت فاهم؟ طب يا عم انت راكب رانج روفر وانا بشرب من اللبور ابيض. ايه اللي وداك؟ طب يا عم طب ما تخليك في بيتك يا عم. ده انا الحمد لله، ده انا بكلمك كده على اللي اتحكى لي. انت عارف انا ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل؟ انا ما نزلتش من العربيه، يعني انا فضلت نايم عشان كنت مطبق بقالي يومين. نمت صحيت لقيتهم بيقولوا لنا احنا اتكرشنا من الساحل. نمت تاني قمت قال لك رايحين مراقيه. نمت قمت تاني قال لك في مسروقات في مراقيه. نمت قمت تاني قالوا لي احنا في الورديان تعالى نقعد على القهوه. اقسم لك بالله نمت في ال 124 ازاي طيب؟ ما نمتش في ال 124، نمت في الاسبرانزا. نروح فين؟ تروح فين؟ يلا بينا يا عم نتلاقى شويه خفاجه كده ونروح. ما هي ده تمامنا والله العظيم، يعني احنا يوم لما نحاول ننضف بقى ونروح الساحل نتكرش. استغفر الله العظيم يا رب. البفه كلها مش طايقه بعضها، كلها بتستعر من بعضها. كلهم قاعدين مستعرين من بعض. البيكت اللي فيهم اللي راكب اسبرانزا قاعدين على القهوه دلوقتي. صاحبي بيكلم امه بيقول لها يا امه كرشونا من على الساحل. قلت له يعني هتعمل لك ايه؟ هتروح تقول لامه غلاوه امك يا ابني؟ تعالى قعد ابني ساعتين جوه. يلا بينا يا عم يلا. يا عم عايز اغير يا طب انا عورت نفسي في 600 جنيه بتاعت عمرو دياب وكوتشي 300 جنيه 900 جنيه وفي الاخر ما حللهاش واقعد بيهم على القهوه. يا عم لا تعالى نتمشى لغايه المنشيه خلاص يلا بينا. يا الزعل يا عم يلا هنروح لغايه المنشيه ونيجي يا عم يلا بينا بالاسبرانزا اهو كمان. يلا يا عم يلا. مشيت العربيه فوق.